بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا جميل جدا. هنعمل فيه الشاورما السوري أو شاورمة السيخ اللي احنا بنجيبها من المحلات الكبيرة، وبيبقى السندوتش بمبلغ وقدره. هنعملها النهاردة في البيت بكل سهولة وبساطة، مش هتاخد معانا أي وقت خالص. وكمان هنعمل لها تتبيلة روعة جدا جدا، مش هتفرقي طعمها أبدا عن الجاهزة. صدقيني، جربي الطريقة وإن شاء الله بإذن الله بجد هتحسي او ولادك هيحسوا ان انت فعلا مشتريها من بره. ويعني هي تكلفتها حاجات بسيطة، مش مكلفة قوي، وسهلة ان شاء الله بإذن الله عليكم. ويلا بينا كده نشوف المكونات والطريقة مع بعض. هنسمي بسم الله. ومعايا هنا دلوقتي دي فرخة كاملة، يعني دي فرخة كاملة. انا خليتها خالص من العظم، خليت بتاع الفراخ خليها لي خالص من العظم، وقطع لي كل جزء فيها شرايح زي ما انتم شايفين كده، يعني حتت كده زي البانيه، زي حتت البانيه. اهم حاجة بقى في الموضوع ان لازم الجلد بتاع الفرخة يكون موجود، ما تتخلصيش منه ابدا، لانه ضروري جدا وبيدي طعم حلو قوي قوي للوصفة بتاعتنا النهاردة. تمام. هنشوف بقى كده المكونات بتاعتنا واحدة واحدة مع بعض واحنا بنحطها. معايا هنا علبة من الزبادي او الياغورت. معايا هنا معلقة كبيرة من معجون الطماطم. طبعا المكونات او الكمية على حسب اللي انت هتعمليه الحاجات، يعني المكونات ديت على قد فرخة واحدة انا هعملها. معايا هنا ربع كوباية من عصير البرتقال بس يكون فريش. ومعايا كمان عصير ليمونة كاملة. معايا حوالي 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وممكن تحطي زيت نباتي بس ما يكونش ليه ريحة. معايا بقى هنا البهارات بتاعتي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والجنزبيل، معلقة صغيرة مليانة من الثوم البودر والملح والبابريكا، معلقة كبيرة مليانة من بهارات الشاورما، ودي متوفرة عند العطار، هتلاقيها في أي مكان. تمام كده. بالنسبة برضو للمقادير كلها أنا إن شاء الله هكتبها لكم كلها بالظبط في صندوق الوصف. هحط بقى كده كل المكونات بتاعتي على بعضيها وابتدي دلوقتي أقلب كويس، ونظبط بقى كده الملح بتاعنا على حسب الرغبة. الكمية اللي انا عملتها بتاعت التتبيلة ديت يعني هي تكفي يعني من فرخة لفرخة ونص. لو هتعملي اكتر من كده طبعا تقدري تزودي بقى زي ما انت عايزة. التتبيلة في الوقت ده كانت ريحتها تجنن. بعد ما قلبت كده كل حاجة مع بعضيها ببتدي دلوقتي احط الفراخ بتاعتي، واتأكد كده، يعني بحط قطعة قطعة واتأكد ان التتبيلة دخلت في كل حتة في الفرخة، يعني اتغلفت كويس قوي كده بالتتبيلة الروعة دي. تمام كده. هفضل احط كده واحدة واحدة لحد ما اخلصهم واتأكد ان خلاص التتبيلة دخلت مع كل قطع الفراخ. ابتدي دلوقتي بقى اغطيها واحطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين، يعني لو اكتر يبقى حلو قوي، ولو عملتها من بالليل طبعا يبقى افضل. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما طعمها بيبقى احلى واحلى بكتير. تمام كده. هحطها بقى ساعتين وبعد كده هطلعها بتبقى بالشكل ده كده. ونبتدي بقى نشتغل نرص الشاورما بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده انا هجيب حبايه بطاطس، بس هقول لكم على حاجه، بس ايه بعد ما نرص هقول لكم على حاجه كده مهمه جدا. حبايه بطاطس كده انا قسمت منها كده حته من تحت علشان بس تبقى متساويه وتقف كده على الطبق زي ما انتم شايفين. معايا بقى كده عصايه الشيش طاووق. انا حطيت 2 بس عشان تبقى متينه كده يعني، ولو هي رفيعه عن كده تقدري تحطي 3 كمان او 4 زي ما انت عايزه. اهم حاجه تحطي عصيان الشيش طاووق في نص البطاطسيه بالظبط. وببتدي بقى دلوقتي ادخل كده كل قطعه من النص من الفراخ. انا حطيت كده يعني ايه بالعرض، بعد كده ببتدي الفها شويه، يعني هو واضح طبعا قدامكم انا بعمل ايه، يعني زي مثلا علامة الزائد او علامة الفي، ما احطهاش كلها كده اتجاه واحد علشان يعني تستوي معايا، يعني مرة بالجنب مرة بالورب يعني كده. طيب البطاطس يا جماعة، يعني البطاطسية اللي هتسندوا عليها حاولوا تجيبوها كبيرة شوية، لاني انا دي كانت صغيرة وبجد غلبتني. بعد ما حطيت الشاورما بتاعتي في الفرن كانت كل شوية بتتزحلق وتقع، لان البطاطسية كان حجمها صغير قوي على الشاورما بتاعتي.
تمام. فانتوا تجيبوها كبيره، يعني مش كبيره في الارتفاع، كبيره في العرض، عرضها كده كبير علشان تبقى واخده حريتها كده وتبقى واقفه كويس. تمام. بعد ما خلصتهم كده كلهم زي ما انتوا شايفين، جبت بقى الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن وحطيت فيها كده ورق زبده علشان الصينيه ما تبص وتتحرق معايا جوه الفرن. وبصوا انا كنت بحاول اعدلها، عماله تلف شمال ويمين، بس خلاص بقى كان الوقت عدى وما كانش ينفع اعمل فيها اي حاجه. فانا حبيت اقول لكم على المعلومه دي علشان تاخدوا بالكم. حبيت بقى ازين، هي الطماطميه دي مجرد بس يعني منظر او زينه، مش اكتر ولا اقل. حطيت لها كده حبايه طماطم من فوق، وكنت طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180. شغلتها قبليها كده ب10 دقايق، وحطيت على طول الشاورما بتاعتي كده زي ما هي في الصينيه على الصاجه من تحت. طبعا كنت شايله الشبكه علشان تطول. مشغله الفرن من تحت بس، مش مشغله الشوايه دلوقتي خالص. اهو هوريكم زي ما انتم شايفين كده، انا مشغله الفرن من تحت بس. طبعا تقدروا تعملوها في فرن البوتاجاز عادي خالص، مفيش اي مشاكل. مش هنشغل الشوايه دلوقتي غير بعد ما يعدي عليها كده حوالي يعني ساعه او ساعه الا ربع. هي بتاخد بالظبط ساعه ونص في الفرن، لازم تستوي على نار هاديه. هي كده كان عدى عليها تقريبا كان ساعه الا ربع. ابتديت ان انا بصوا زي ما انتم شايفين كده، لما عماله تقع كل شويه انا سندتها بحبايتين طماطم كده من تحت علشان ما تملش شمال ويمين. فانتوا خلوا بالكم البطاطسيه تكون عريضه شويه. كده كان عدى عليها ساعة الا ربع. شغلت بقى عليها الشواية علشان تدينا كده لون حلو، وكمان شغلت المروحة علشان الحرارة كلها تتوزع عليها وتبقى كلها كده لون جميل زي ما انتوا شايفين. انا كده خلاص هي جاهزة معايا. بصراحة ريحتها كانت قلب البيت، طعمها ما تفرقهوش ابدا 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 عن الجاهزة، وتحدي وجربيها ومتأكدة ان انت هتدعي لي. بجد طعمها خرافة زي اللي بتتباع جاهزة بالظبط. التتبيله اللي احنا قلناها بالظبط، امشي على نفس الخطوات ونفس المقادير، هتطلع معاكي في منتهى الروعه والجمال. عايزه بقى قطع الفراخ اللي تتقطع تكون عريضه شويه عن كده، تبقى يعني طالعه شويه، تبقاش رفيعه زي ما انتم شايفينها كده. دي حاجه بقى على حريتك انت، تقولي اللي هيقطعها لك، او انت لو هتقطعيها تقطعيها عريضه شويه. انا كنت مقطعاها زي مكعبات كده صغيره علشان بس تدينا الحجم الطويل دوت. بجد طعمها حلو قوي، طريقتها سهله جدا، ما خدتش اي وقت خالص. صدقيني هتشرفك جدا جدا لو عامله عزومه وحضرتيها بنفس الطريقه كده وحطيتيها. بجد حتى لو يعني لو قطعتيها كده وحطيتيها في سندوتشات وطلعتيها لهم، مش هيصدقوا ابدا ابدا ان انت اللي عاملاها في البيت، لان فعلا نفس طعم الجاهزه بالظبط. ومكوناتها بسيطه جدا، يعني مفيش حاجه اوفر قوي اتحطت فيها، بالعكس كل حاجه انا شايفاها ان هي بسيطه. وفعلا طلعت في منتهى الروعة والجمال. ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية نعمل مع بعض برضو شاورمة اللحمة، برضو طريقتها بسيطة جدا وسهلة. ويا رب طريقة النهاردة شاورمة الفراخ تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.